ده عنوان اخويا، ممكن تقراه لي عشان معزوم عنده النهارده؟ اخوك. اه. اخوك. اه اخويا حبيب قلبي، اخويا. ابن امك وابوك يعني. اه ابن امي وابويا، بس انا امي وابويا ماتوا الله يرحمهم. ما عادش غيره هو. الله يرحمه. الله يرحمه. يعني انت ما بتعرفش تقرا يعني؟ لا لا لا، انا ما اتعلمتش للاسف. بعت لي عنوان، فانا لما لقيت حضرتك قاعده قلت لحضرتك ممكن تقرا لي عنوان عشان اروح له. معلش انا فايق ازعاج لو دخلت عليك، لا بس يا اقرا لي حبيبي، عنوان بس. لا يا حبيبي انت زي مفيش حاجه. انت على دماغي يا ست الكل. طب العنوان بعيد عننا شويه. قلت لي حضرتك العنوان بعيد. عنوان بعيد؟ قال لي ازاي؟ القهوه هنا في المنصوره، بس هو نقل. المنصوره ماشي، على ما تروح له ميعاد الفطار هيأذن لا ما هو لسه ساعه حضرتك على فكره على الفطار، ف ما هي السفر. يعني اخوك على فكره انا النهارده متاكد يعني ان هو اللي بعت لك؟ ايوه، ده انا بقول لك النهارده اسعد يوم في حياتي ان انا اشوف اخويا، مش بقالي فتره الحمد لله يعني. اخيرا هفطر معاه. الحمد لله الحمد لله. ده احلى يوم النهارده والله، ده انا هشوف اخويا، ده احلى حاجه عندي في الدنيا والله. طب ما بلاش تروح له النهارده وافطر معاه وروح له بكره. لا ما هو المشكله هو عامل حساب على الفطار، هو عامل حساب على الفطار، فانا ممكن لو رحت له بكره ممكن ما كنتش عامل حسابي. بلاش. بلاش بقول لك، لا هو عامل وجهز الاكل وكل حاجه، قلت له زود لي مناب معاكم. انا مش زي والدتك. انت على دماغي والله العظيم. طب خلاص بلاش تروح له واقعد افطر معانا واقعد ايوم محمد. فانا مصدقت ان انا اكل معاه، وانا يعني قلت لك ماليش غيره في الحياه ان ابويا طب وامي متوفيين. لو قرات لك الرساله يعني اتفضل. ما تزعلش لا ازعل ايه؟ ده انا وتوعدني انك تقعد تفطر معايا. لا مفيش حاجه، ايه الرساله؟ ايه؟ واي وقت عاوز تعالى لي اي وقت افطر معايا. لا ده انت على دماغي، ده انا اجي لك كل تسلم. يوم والله، بس النهارده تسلم. بس اللي انا عايز اشوف اخويا بس. هو كاتب فيها ما ينفعش انك تروح. هيبقى كده كده بتقرا الرساله غلط. ما تليفون اخوك، هات اي حد تاني نشوف. بقول لك ما تجيش لا 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 لا، استحاله اخويا بعد كده، استحاله. حضرتك من شكلك مش عارف ممكن تقرا زيي. لا ده انت داخل عليا وانا بكتب في الاجنده حسابات محل، يعني مش حاجه بسيطه. يعني مش هقرا رساله، يعني انت داخل عليا وانا بكتب حسابات محل، مش حاجه بسيطه يعني. يعني انت يعني انت بتقول لك طب هو كاتب ايه؟ مش عايزك تروح. حضرتك بتهزري ولا تعملي فيها مقلب ولا؟ لا يا حبيبي انت على دماغي، مش مقلب ولا حاجه، هو مش عايزك تروح. ده ازاي يعني؟ ده انا فرحان انا اشوفه. انت فرحان اه بس هو مش فرحان. انت فرحان انك هتروح له بس هو مش فرحان. طب انت اسمك الاول ام ايه؟ انا ام عدي. ام عدي؟ انت ست محترمه وجدعه قوي. الله يخليك. انا عايز اقول لك على حاجه بس ما تزعليش مني بالله عليك. انا لابس شنطه والشنطه دي فيها موبايل. ايوه. بص كده حضرتك. ايوه. انا بصور كل ده، انا بعرف اقرا كل حاجه. انا كل ده كنت بشوف حضرتك انت هتعمل برضه معايا. على دماغي، انت زي عدي برضه، وتعالى افطر معايا والله العظيم. انا عايش هنفطر مع بعض ويبقى لنا عيش وملح، بس انت آه. حضرتك بس في مشكله ولا في اي حاجه؟ لا مفيش اي حاجه. ثانيه واحده بس انده بس. ام عدي، ام عدي انت ست جميله وطيبه وراقيه. يخليك. لا وراقيه، عارفه اقول لك ليه؟ لان حضرتك ما رضيتش تصدميني باللي اخويا بعته لي. عادي يا حبيبي، انت زي عدي. ده انت على انت زي دماغي عدي يا وعدي، ده انا حبيبي، من زي غير ما اعرفه محمد. يعني بجد يا عدي يعني يا بختك. الله يخليك ويبارك لك، وتعالى لي في اي وقت من غير اي حاجه. اجي لك والله. طب انت ليه والله ما العظيم. طب انت ليه ما رضيتش تصدميني وتقولي لي اخوك بعت لك عشان ما ينفعش، ما ينفعش اصدمك كده واقول لك اخوك مش عايزك تروح له وكده. انت ست ما جميله قوي. ينفعش يا حبيبي. انت ست جميله قوي يا ست الكل والله العظيم، انا اسف على الازعاج والله العظيم. تسلم لي، ولازم تفطر معايا والله النهارده. ده شرف ليا والله. على دماغي، واللي انت عايزه انا اجيبه لك. طب بص يا ست الكل كده يا ابني، ده مطعم اسمه اولاد حسني في الحوار، بيقدم أيوة. فطار وسحور، فانا كده جايب اكل معايا بقى وعامل لك عامل حسابك كمان، حبيبي. فعايزين بقى ناكل بقى، يبقى لنا عيش وملح. حبيبي كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. كل سنه وانت طيب، حبيبي. رمضان كريم عليك يا الله حبيبي، انت واصحابك والناس كلها يا رب. ماشي. حضرتك موافقه نزيع الحلقه ديت في اي مشكله؟ لا ما فيش اي مشكله، نزيع؟ الحمد لله. ازاي يا حبيبي؟